تعالوا نعمل النهاردة مع بعض القرص الفلاحي الطرية بعجينة ممتازة وناجحة جدا، وأقولك إزاي تطلع معاكي فاتحة وطرية بالشكل ده. يلا نصلي على سيدنا النبي ونشوف الفيديو بتاعنا. هنسمي الله، وأول حاجة معايا نص كوباية مية دافية، هضيف عليها معلقة كبيرة من السكر وظرف من الخميرة، وهدوبهم كويس قوي وهركنهم على جنب. ده اختبار الخميرة اللي أنا بعمله لأي معجنات. تمام. بعدين هجيب البولة بتاعتي ومعايا كيلو من الدقيق. أنا النهاردة هعمل كيلو من الدقيق، بس اهم حاجة هننخل الدقيق بتاعنا كويس جدا. بعدين هضيف عليه معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة بس، واضيف عليه معلقة كبيرة من السمسم. لو عايزة تزودي تمام مفيش مشكلة. وهضيف كمان على الدقيق معلقة كبيرة من السكر ونص معلقة صغيرة من الملح. هقلب المواد الجافة دي كلها مع بعض. معايا هنا كوباية من السمنة البلدي وربع كوباية من الزيت. كيلو الدقيق بياخد كوباية من السمنة وعليهم ربع كوباية من الزيت. أي سمنة عندك تقدري تستخدميها. هجيب كده حاجة واضيف عليها السمنة على الزيت وهدوبهم مع بعض. أهم حاجة يكونوا سايحين. هضيف على الدقيق ده 3/4 كمية السمنة والزيت، وهسيب كده شوية منهم على جنب. وهبدأ إن أنا أشرب الدقيق بتاعي كويس قوي من المادة الدهنية اللي أنا نزلت بيها. دي هنا اسمها كده عملية البس، يعني هتفضلي تبسي في الدقيق بتاعك لحد ما كل حبات الدقيق تتشرب من السمنة والزيت اللي احنا حطيناهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لحد ما تلاقي الدقيق معاكي. اول ما تمسكيه كده وتضغطي عليه تلاقيه تجمع كتلة معاكي بالشكل ده. بعدين هجيب الخميرة بتاعتي اللي انا ركنتها على جنب وهضيفها على الدقيق، وهضيف عليها كوبايتين من اللبن الرايب. الازازة الصغيرة دي بمقدار كوباية من الكوباية العادية، المج اللي احنا بنشرب فيه الشاي. انا هنا هعجن باللبن الرايب، تقدري انتي تعجني بيه او باللبن العادي او بالمية، بس كل حاجة بتديها طعم مختلف عن التاني. انا بحب جدا اعجنها باللبن الرايب. هبدأ بقى الم العجينة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما اشوفها محتاجة سوائل تاني ولا لا. هنا كانت لسه محتاجة تاني سوائل، فجبت نص كوباية مية دافية، يعني اخدت معايا نص كوباية مية كمان. اخدت معايا كوبايتين من اللبن الرايب ونص كوبايه ميه دافيه ونص كوبايه الميه الدافيه اللي احنا حطينا فيها الخميره، يعني كوبايه ميه وكوبايتين من اللبن الرايب. هنا كانت العجينه لمت خلاص معايا ومش محتاجه اي سوائل تاني. هجيب باقي السمنه على الزيت اللي انا ركنتهم على جنب، وهنزل كده على العجينه، وهبدا بقى الم العجينه بتاعتي بالسمنه والزيت دي. هنا بقى هبدا ان انا اعجن بايدي الاتنين، يعني قلت كده العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كاني بقطع كده في العجينه. هما كانوا بيسموها زمان ان احنا نفدغ العجينه يعني. تمام. لحد ما احس ان هي نعمت معايا. والخطوه دي ما بتاخدش منك اكتر من 3 4 دقائق. وابدا ان انا اعمل لها اختبار كده. جبت بقى كوره كده وعملتها قرصه، لقيتها تمام معايا ومش بتشقق ولا اي حاجه وطريه، يبقى كده مظبوطه. هبدا بقى ان انا اغطيها واركنها على جنب بس ربع ساعه. انا مش عايزه العجينه بتاعتي دي تخمر، انا عايزاها بس ترتاح لمده ربع ساعه او 10 دقائق كده علشان ابدا ان انا اشكلها. هجيب بقى هنا بعد ما عدى كده بربع ساعة بالظبط، هاخد كورة كورة وابدأ اشكلها بالشكل ده. انا بحب اشكلها على ايدي كده، وبعدين هجيب صينية من غير ما تكون مدهونة اي حاجة لان كفاية الدهون اللي في العجينة، وابدأ احطها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. واخد واحدة كمان وابدأ اشكلها بالشكل ده. ما تخليهاش رفيعة قوي، خليها كده مرتفعة شوية عشان تطلع معاكي كده طرية وجميلة. بس سيبي مسافة ما بين كل واحدة والتانية. او تقدري تشكليها بالطريقة دي، تقدري تعمليها كور كده كل العجينة، تكوريها كده كور، وبعدين تاخدي كورة كورة تبططيها كده على الرخامة او على البورد بتاعتك، وبعد كده تحطيها في الصينية. طريقة التشكيل دي بتاعتك انتي، الطريقة اللي تريحك شكليها بيها. شايفين سهلة ازاي؟ وبتتشكل معايا بكل سهولة، يعني ما بتيجي تفرديها كده بتتفرد بكل سهولة. العجينة طرية ولينة وسهلة وجميلة جدا وريحتها تحفة. هنا بقى كل ما بخلص صاج بغطيه كده ببلاستيك او بفوطه كده خفيفه واركنه على جنب لحد ما اخلص كل الكميه معايا، واسيبها كده تخمر شويه لحد ما ترتفع وتبقى معايا بالشكل ده. هنا بقى انا مشغله الفرن على اعلى درجه حراره من الارضيه، بدخلها على الرف اللي في النص، ومشغله كمان الشوايه على درجه حراره هاديه جدا. لو الفرن عندك بيشتغل من تحت بس، دخليها الاول من تحت، واول ما تاخد لون من الارضيه لو حسيتي ان هي محتاجه ان انت تشغلي لها الشوايه تاخد لون من فوق، شغلها لها. لو اخدت كلها لون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، خلاص ما تشغلهاش الشوايه. بس اهم حاجه تدخليها على فرن سخن جدا ويكون شغال على اعلى درجه حراره.
اول ما تطلع بقى من الفرن بحب ادهن وشها كده بمعلقه سمنه بلدي كده تكون سخنه وسايحه، علشان ده بيديها طعم وطراوه حلوه جدا. وبعدين بغطيها بفوطه كده عشان تفضل طريه لحد ما اخلص كل الكميه بتاعتي. بس عايزه اوريكم واحده كده، شايفين يا جماعه؟ شايفين طراوتها ولونها من جوه ومن بره عامل ازاي؟ وشايفين لما بتتقطع معايا كده بتتفتح مفرغه من بعضها مش مكتومه. واهم حاجه ان القرص ما تكونش مكتومه، عشان لو مكتومه هتبقى ناشفه ومش حلوه. هنا كنت كل ما اطلع صاج من الفرن احطه كده مع اللي طلعته الاول واغطيه برضو بالفوطه عشان تفضل كلها طريه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين جمالها؟ مش عايزه اقول لكم يا جماعه ريحتها عامله ازاي. وشايفين تقدري تفتحيها كده بالسكينه وتعملي منها كمان سندوتشات، يعني تقدري تاكليها ساده وتقدري تفتحيها كده بالسكينه وتعملي منها سندوتشات، اي سندوتشات بقى انت بتحبيها، جبنه او جبنه كريمي او جبنه تركي او لحمه بارده، اي حاجه انت بتحبيها تقدري تحشيها في القرص دي وتاكليها بيها. وشايفين كيلو الدقيق طلع معايا كمية كبيرة جدا، يعني ما شاء الله تقعد معانا كذا يوم. تقدري تحتفظي بيها في علبة بره لمدة كده يومين 3. ولو هتطول اكتر من كده عندك تحطيها بقى في اكياس وتدخليها الفريزر وتطلعيها كده من الفريزر كأنك لسه خبزاها حالا. شايفين انا عملت معاكم سندوتش كده من الشوكولاتة خطيرة مع كوباية شاي بقى للفطار او للعشاء او لللانش بوكس بتاع المدرسه، وهتاكلي احلى قرص طريه. تقدري كمان تعمليها محشيه بالعجوه او بالملبن، تعمليها بقى زي ما انت تحبيها. انا عملت معاكم قبل كده القرص الناشفه، ارجعوا للفيديو بتاعها برضو وجربوها هتعجبكم جدا جدا. اتمنى بقى النهارده يكون الفيديو عجبكم وتكون الوصفه عجبتكم، واعملوها على طريقتي وجربوها في الجو بقى اللي احنا فيه ده. مفيش احلى من شويه قرص زي دول. هستنى رايكم، وكنت معاكم نور، وباي باي.